طول عمري دماغي ناشفة وما بسمعش كلام حد، وسمعت كلامها المرة دي. بس والله العظيم لقيت شريطها حلوة أوي، في 5 دقايق ولا 10 دقايق بالكتير كنت عاملة المحشي. هعمل لكم محشي النهاردة بطريقة حلوة أوي أوي أوي. طريقة سهلة لو جايلك ضيوف أو مستعجلة أو مكسلة. بصوا في تلك الحالات كله بينفع، مكسلة مجالك ضيوف. يعني بص مش عايزة أقولك، عايزة تخلصي بسرعة كده، تعالي على النار بقى كده نعمل التسبيكة بتاعتنا بتاعة المحشي. خليكي معايا بقى وصلي على رسول الله، ووحيد الله كده يا حبيبة قلبي وصلي على الرسول. ونبدأ بقى في الفيديو بتاعنا. خرطنا بصلاية كده زي ما انتوا شايفين، ضربناها في الكبة ونزلنا بقى حمرناها، خدت اللون الذهبي كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. لو وصلت بقى لحد هنا حط لي اللايك. ونزلنا بقى كده بشفشق من الطماطم دي، بهارات مشكله يا جماعه، كزبره على كمون على شطه على ملح بصوا يعني ايه البهارات الجامده دي اللي انتوا فاهمينها دي. نزلنا بقى بيها كده وسبناها تتسبك، ونقلناها على العين العاليه، وجبنا هنا بقى نسلق الكرنبايه الصغيره الحلوه بتاعتنا دي. ماشي يا حبايب قلبي، احنا مش عايزين كرنب كتير عشان المحشي بتاعنا النهارده اقتصادي في الكرنب بالذات. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. المحشي بتاعنا النهارده سريع جدا جدا وحلو قوي، والله العظيم اقسم بالله كان طعمه فظيع فظيع فظيع. ماشي يا حبايب قلبي، هنا التسبيكه اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هخليها تاخد كمان شويه كده، وهنا بسلق في الكرنبه زي ما انتوا شايفين كده، سلق الكرنب العادي اللي احنا بنسلقه يا جماعه. انا قورت الكرنبيه كده من فوق، وحطيت شويه ملح في الميه، ونزلت بالكرنبيه سليمه زي ما انتوا شايفين كده. كل ما ورقه كده احس انها استوت اشدها واطلعها، كل ما احس انها استوت اشدها واطلعها. مش عايزين نهر الكرنب يا جماعه، عشان الكرنب الايام ديت بيبقى لما بيتسلق جامد بيتهري معانا. ماشي يا حبايبي، خليكي كده يعني خلي فيه جرشة صغيرة كده يا جماعة. مش نية يعني، لا مستوي بس مش مهري. ايوه كده، خليكم معايا. ده قلب الكرنبايه بقى هقطعه كده في الصينية كده وانا بحشي. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. انا عايزه كومنت حلو كده يفتح النفس، واللايك بقى، اللايك بقى ينزل باللايك كده كده على الفيديو. هنا بقى كده اتسبكت، فرمت يعني دقيت كده راس توم كبيره كده، ومعاها قرن فلفل، ونزلت بالكزبره. انا مش هطيب الكزبره، وكنت غاسله الرز بقى، نزلت بالرز كده وهقلبهم تقليبه كده على النار زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. انا مش بطيب الرز، انا بس بديله تشويحه كده في الصلصه بتاعتنا، هيديله طعم حلو قوي، وهيخلي الرز زي معاكي متغلفه تغليفه تمام كده زي ما انتم شايفين. ماشي يا حبايب قلبي. هنا بقى جبت الطاسه بتاعتنا او الصينيه اللي انت هتعملي فيها ورقتين الكرنب اللي هم تحت دول، طبعا بيتحرقوا، احنا كلنا عارفين ان دول بيتحرقوا يا جماعه. انا مش بحب الكرنب، يعني محشي الكرنب الا لما اللي بره دول احس اشم كده ريحه ان هو اتحرق. اللي تحت ده بيدي بقى يعني قرمشه كده للمحشي. وطبعا الطبقه اللي تحت دي ما بتتاكلش خالص وبتترمي، معروف. ماشي يا حبايب قلبي، خليت بقى الورق في نازل الطروف كده، يعني مغطي الطاسه بتاعتنا كده، ونزلت بقى بالرز. اهم حاجه نص الورقه بره ونصها جوه يا جماعه. وتغلفي بقى حلو كده وتسوي الورق الكرنب حلو زي ما انت شايفه كده. وهتنزلي بقى بالرز بتاعنا، وهتجي بقى الطروف اللي انت سبتيها ديت هتلميها كده على على المفروض ان انا كنت لميتها بعد ما فرشت ورق جوه، بس هي راحت يعني عليا كده، بس مش مشكله يعني. كده كده هو متغطي كده، متغطى حلو اهوت وتمام التمام. بس انت بقى اما تيجي تعمليه يعني افرشي الورق الكرنب ده الاول، غطي الرز وبعدين شد الطروف دي عليه. ماشي يا حبايب قلبي، جينا على النار بقى هنعمل هنحط بقى شويه شوربه كده من اللي بتغلي كده. أنا طبعا سلقه فرخه يا جماعه عشان اعمل منها شوربه، وطبعا ما بنعرفش ناكل المحشي اللي بفراخ بلحمه زي ما انتوا عارفين كده. هنا بقى الصينيه دي بقى انا قطعت بقى دماغ الكرومبه اللي انا كنت سلقه معاكم، قلب الكرومبه يعني، وقطعته كده في في قلب الصينيه. انا هنا هعمل المحشي ده يا جماعه، لو عايزه تقطعيه تعمليه كده وتقطعيه صوابع صوابع تقطعيه، عايزه تقطعيه بعد ما يطيب شغال برضو. بس الطريقه دي حلوه قوي، انجزتني وخلتني بصراحه خلصت الاكل في، مش عايزه اقول لكم، مش عايزه اقول لكم في قد ايه. والله العظيم ما غبت فيه خالص ولا اتاخرت فيه، وكنت مخلصه الاكل بدري، وطلع جميل جدا جدا المحشي يا جماعه. اهو تفضلي بقى تلفي كده وتدوري كده في الصينيه. شفتوا الممبار لما كنا لفيناه في الصينيه كده، زي محشي الممبار يا جماعه. اهو. وتلفي كده يا حبيبه قلبي، ولا تقطعي ورق بقى ولا تقطعي تقطعي الورقه نصين زي ما انا قطعها كده بطولها،
وتنزلي بقى تلفي كده، تحطي المحشي بتاعك بقى كده ايه وتلفي اهو معايا. خليكم معايا. طبعا انا عامله الصينيه ديت بقى، وعامله الصينيه التانية اللي هي الطاسه ديت. ما عملتش غيرهم يا جماعه. فضلت الف كده بقى زي ما انتم شايفين كده. لما قربت اخلص بقى اللف كرنب زي ما انتم شايفين كده اهو. بعمله يعني ايه, هعملها دورين اتنين بس. ماشي يا حبايب قلبي اهو زي ما انتم شايفين كده يا حبايب. خليكم معايا او تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. يا رب يا رب الفيديو ده يجيب لايكات حلوة ويجيب مشاهدات حلوة يا جماعة، لان انا تعبانة جدا في القناة دي، واقسم بالله العظيم نفسي القناة دي تكبر يا جماعة. كل اللي يسمعني كده يشير الفيديو ده يا جماعة، يشيروا بالله عليكم، شيروا لفيديوهاتي وحطوا لي لايكات كتير بالله عليكم يا جماعة. يلا يا حبايبي خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة. ربنا يكرمنا يا رب جميعا يا رب، ما تخيبش لحد تعب ابدا يا رب. يا رب ارزقنا برزق الحلال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا رب يا رب. يا رب سترك ورضاك وحسن لقاك. يا رب استرها معانا دنيا واخرة يا رب، وادينا من خيرك ومن فضلك يا رب. يا رب اعطينا من خيرك ومن فضلك يا رب. اهم حاجة ان انت تخليكي مع الله وربنا هيكرمك ان شاء الله. طول ما ربنا قدامك باذن الله ربنا هيكرمك هيحقق لك اللي انت نفسك فيه. بصوا شايفين انا لفيت كده وزي ما انتم شايفين يا جماعة، وعملت تاني الطبقة التانية اهيت زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي في النص دي بس كان فاضل لها واحدة كده، بس الرز طبعا خلص. فقلت احط بقى ايه، اقطع ورقتين كده احطهم عرقين كده يعني. وجيت هنا بقى حطيتها على النار بقى، ونزلت برضو بشوية من المية كده، وكملت بشوربة يا جماعة اهو. بصوا وهغطي بقى عليها واسيب التانية بقى استوت اهيت زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. واغطي بقى عليها واسيبها ايه تستوي كده وتتلدن على نار هادية كده. هنا كان المحشي بقى استوى، وعايزة اقدمه وعايزة اقلب الايه القمر دي معانا. بصوا يا جماعة بصوا بسم الله ما شاء الله. انت بس والله حروف بصوا سايبة خالص، بس انا برضو حبيت ان انا اخلعها كده من الطروف. وجبت بقى صينية كده او طبق بقى زي اللي عندك، بس انا ما عنديش بقى اطباق كبيرة قوي كده عشان تاخد الكمية دي. وقلت بقى ايه ما تتخضوش، اوعوا تتخضوا. لا 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 ده اتحرقت يا نهار ابيض. لا 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 ما اتحرقتش ولا حاجه. ما الورق ده انا عارفه انها بتتحرق، علشان كده انا فرشتها وفرشت عليها طماطم. وطبعا شيلتها. بصوا بقى اللون، وبصوا القرمشه، وبصوا الحلاوه، بصوا الطعامه بسم الله ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. هخرط لكم بقى خرطة كيكه بقى تشوفوها. واوعوا تغيروا بقى المحطة ولا تروحوا في اي حتة. وعشان خاطري عشان خاطري حطوا لي لايكات كتير وادعوا لي دعوة كده من قلبكم ان ربنا يكرمنا يا رب ويرفع قدرنا، وربنا يرزقنا بالرزق الحلال يا رب، وقناتنا تكبر كده. يا رب قناتنا تكبر وربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين. بصوا بقى انا كده هنا بدور على طبق اطلع لكم فيه خرطة كيكة بقى من الحلوة الجميلة بتاعتنا ده، عشان بس تشوفوا الحلاوة وتشوفوا الطعام. بجد بجد كانت فظيعة فظيعة. لا 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 مش دي اللي انت مقطعاها يا هدى، اهي 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 ايوه هي دي. بصوا بقى واو. اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة، اوعوا تنسونا في اللايك والاشتراك. شايفين خرطة الكيكة القمر دي؟ بسم الله ما شاء الله. الرزاية بقى مش بصوا يعني عايزة اقول لكم بصوا الحب الرز مفلفل مش معجن، جميل جدا جدا، حلو قوي بصراحة. مش عايزة اقول لكم هو عامل ايه وشكله ايه. بجد والله العظيم تحفة كده تحفة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هقطع لكم برضو كمان خرطة اهو عشان تشوفوا الحلاوة. شوفوا الطعم مقرمش بقى من بره كده وحلو لونه جميل جدا. طلعنا بقى بالتانية. دي الصينية التانية بقى اللي هي ايه صوابع اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة. برضو هسلكها كده من الحروف زي ما انتوا شايفين كده. هجيب برضو طبق الاستانلس ده، هو صغير شوية بس انا هقلب فيه وامري لله. ماشي يا حبايب قلبي اهو. هقلبها كده. امسكيها بس حلو كده عشان هي لسه سخنة مولعة نار. بجد هي لسه سخنة اهو. وتخبطي خبطتين كده بقى وتشيلي بقى الصينية، وبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه ده؟ ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الحلاوة؟ ايه رأيكم في المحشي بتاعنا النهاردة؟
تحفة تحفة تحفة. عايزة تاكليه كده من غير شوربة ومن غير لحمة ومن غير أي حاجة، أقسم بالله جميل وتحفة تحفة تحفة. بجد فظيع فظيع. عايزة تقطعيه كده زي ما أنا هقطعه كده، هيبقى برضو معاكي صوابع زي ما انت شايفة كده. وعايزة اقطعه خرطة كده، بس هو طبعا يا جماعة يعني بصوا مش عايزة اقول لكم، بصوا كده انا كنت عايزة اقطع خرطة كده بس اطلعها، بس طبعا ايه ده بيتقطع صوابع، ده بيتقطع صوابع. فبصراحة جيت اشيلها كده لقيت كل صبع هيطلع لوحده، فما ينفعش ان انا ايه، فقلت بصوا اهو. بس حبيت بس ان انا اوريكم ان هو مثلا ممكن وهو سخن برضه، بس لو هو برد شوية ممكن تقطعيه برضه اهو. شايفين المحشي مستوي معانا وجميل جدا، بجد فظيع فظيع فظيع. حلو قوي ومش وطايب ومفلفل، وبصوا مش عايزة اقول لكم حلو وجميل جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة بالله عليكم بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد، سهل وبسيط. بسم الله ما شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة خفيف جدا وحلو قوي. وبصوا حاجة سريعة كده عملناها، ما فيش يعني بصوا ما فيش وقت خالص ولا اتأخرت خالص. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في التورتية الجميلة دي؟ اعتمدوها تعملوها ان شاء الله هتعجبكم. واشوفكم في فيديو جديد معايا يا حبايب قلبي. التورتية لوحدها اهي بسم الله ما شاء الله. هقطع لكم كمان خرطة كده، هي كانت بردت بقى شوية ومسكت نفسها كده. بصوا بصوا تحفة تحفة. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.